السلام عليكم عشاق ومحبي نادي شبيبة القبائل أينما كنتم طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم. نقلا عن جريدة سبورت نيوز، زيمباور يصر على عقد اجتماع مع المسيرين ومع الإدارة ومع الرئيس الهادي ولد علي، ولن يغادر الكناري بشكل رسمي. وفي تفاصيل هذا الخبر، يبدو أن الأمور التي تحدث في بيت شبيبة القبائل في الفترة الحالية لم تعجب الأنصار فقط، بل علمنا أنها كانت مصدر قلق كبير بالنسبة إلى المشرف الأول على الجهاز الفني الألماني زيمباور، بدليل علمنا أنه طالب رسميا من الإدارة عقد اجتماع سري وعاجل من أجل البحث فيما يخص القضايا والأمور المرتبطة بالنادي. يريد التعرف على جديد الميركاتو الصيفي الحالي، وسيكون من بين أبرز الأولويات التي أصر عليها الألماني جوزيف زيمباور في الاجتماع برمجته مع المسيرين هو طلب الاستفسارات بخصوص جديد عملية الاستقدامات، خاصة وأنها تسير بوتيرة بطيئة جدا، كما أن الموسم انطلق والتحضيرات الصيفية تشارف على الانتهاء، والإدارة لم تغلق ملف الاستقدامات بعد، ويرفض غلق الميركاتو الصيفي ويصر على ضم أسماء جديدة. وإن كان المدرب جوزيف زيمباور سيستغل فرصة لقائه بمسيري النادي وفي مقدمتهم الرئيس الهادي ولد علي، المدير الرياضي حكيم مدان، وكذلك المناجير العام طريم دودان، لطلب معلومات أكبر حول الوضعية العامة للنادي، خاصة من الناحية المادية. يريد ضمان توفير كل الظروف العمل للتشكيلة طيلة الموسم الكروي المقبل، وأيضا ضمان تسديد رواتبه بشكل منتظم، وهو ما سيكون مهما من الناحية البدنية، وأيضا من أجل أن تركز اللاعبين على الجهود الفنية والتكتيكية والتعليمات التي سوف يقدمها لهم زيمباور. وأيضا علمنا من مصادرنا الخاصة بأن زيمباور لن يغادر نهائيا هذا الموسم، وفكرة مغادرته مستبعدة تماما.